المزاج يلزمني يا معلمه. يلزمك بمزاج. قولي لي اللي يرضيك يا معلمه. طلبت جيت معاك بجميع الطرق مش نافع. بمزاجي وبالاحترام اديك اللي انت عايزه، لا جواز ولا تتنرفز، ما تنساش نفسك، ما تنساش بتكلم لو سمحت، ما تنساش بتكلم ايه مين. يا معلمه؟ معلمه المزاج يلزمني، ما خلناش لله ده. اسماعيل استنى اسماعيل. يا لا اسماعيل انت ولا بلدك. انت عارفه ان معايا رجاله تاكل الزلط. معايا اكتر مش من حوار ده يا معلمه. مش اللي يثبت مزاجه جميع المزاج يا معلمه. بمزاج. يا محدش معلمة، هياخد في حاجه يا معلمه؟ في حاجه غير. مش اسلوب حوار ده يا معلمه. بص يا معلمه، غير بص يا يا معلم بابا اتكلم عصام. بأدب يا كبش. بالعربي المزاج ده يلزمني، واللي هيقرب عن المزاج انا ما هذبحه. تتكلمش غير السلام عليكم. بمزاج. ايه يا معلمه؟ يتكلم باحترام، يعرف بيكلم مين. طب ايه اللي يرضيك طيب؟ اللي يرضيني يقعد كده ويكلمني بأدب الأول. طب هو الراجل ما غلطش في حاجه. وأفكر ساعتها المزاج ده هديه لمين؟ ده بقى بتاعي. لا هو بتاعك ازاي يعني؟ ايه جواز ايه كلام فاضي؟ كل اللي يجي يقول لي جواز وسيبك من جواز. كل ده. احنا دلوقتي بنتكلم في الشغل وفي مفيش المزاج. حد يدخل. حاضر يا والله معلم. مفيش حاجة. وانا حاطط فلوسه كلها على المزاج ده. بالذوق بالاحترام وبمزاج. يا معلمه انت المزاج اللي فات سيبناهولك برضانا. مفترية بقى. ما تقدريش ربنا طيب. مفترية. معلمه محدش احنا يقدر كده على هنشحن. معلمه في حاجه تانيه. احنا كده هنشحن كده. المزاد الاولاني سيبناهولك والمزاد الثاني جايه في المزاد الثالث كمان هتاخديه ليه؟ سبتهولي. هي كان لما جيت عندي معايا. جيت اتكلمت وقلت لي معلش المزاد ده يلزمني، قلت لك عينيا واديتهولك. بمزاجي وخدته منك بفلوسي. زين وانا ما دلوقتي كدبتش عليا واديتني وانا حاجة ببلاش يا دلوقتي حبيبي. برضه قدرت حضرتك قدرتك وجيت لك لغايه عندك بقول حضرتك لك شفت نفسي انا شرفت يا معلم. معلم شرفت يا معلم. بقول لك ايه جالس ضاع نفسك. شرفت يا معلم. بقول لك شرفت يا معلم. نتقابل بقى في المزاد يا معلم. ان شاء الله يا باشا نتقابل.